حتى واحد ما كان كيتوقع هاد النهاية. فرحة ما كملاتش والضحكة تقلبات البكا ودموع. من مدينة وجدة وبالضبط حي النصر اهتز على وقع فاجعة حزينة بزاف. شابة في مقتبل العمر اسمها سارة اللي كانت عاد بدات حياتها غادرتنا لدار البقاء بطريقة مأساوية. سارة بحال أي بنت كانت كتحلم بالاستقرار وكتمنى تعيش حياة سعيدة. تزوجات هادي 6 شهور، عاشت أيام العرس والفرحة ووثقات حياتها مع الراجل اللي اختارته. اللقطات اللي كتشوفو دابا كتوثق أجمل أيام حياتها، نهار عقد القران ونهار عرسها. الضحكة ما كانتش كتفارق وجهها. لكن هاد الفرحة ما دامتش طويل، بون 6 شهور فقط من الزواج هاد الضحكة غبرات وحلت في بلاصتها فاجعة صدمات العائلة والجيران والناس اللي كيعرفوها. الزوج ديالها اليوم متهم بتصفية الضحية داخل بيت الزوجية. الشرطة التقنية والعلمية دخلت على الخط باش تكشف كل الملابسات وتعرف أشنو وقع بالضبط في هذيك الدار. ماشي أي واحد ديال الزواج وماشي أي وحدة ديال الزواج طبعا. هاد القصة خلات حرقة كبيرة في قلوب الناس وبقاو غير هاد الصور والفيديوهات اللي كيفكرونا ببنت كانت كلها طاقة وحياة. الله يرحمها، ما تبخلوش عليها بالدعاء. الله يرحمها ويغفر ليها ويجعل مثواها الجنة ويصبر ميمتها وعائلتها على هذا الفراق. إنا لله وإنا إليه راجعون.